في 2013 2014 يورجن كلوب كان ماسك بروسيا دورتموند. حلو. واتصاب منه حوالي 11 لاعب اساسي، وكانت اول مره تحصل في تاريخ كرة القدم. اتصاب منه من اول فاندر فيلر لحد ليفاندوسكي ولوكاس باريوس والشباب دي كلها، على شويه شميلزر، على شويه كوبا ده، على شويه سوبيتيتش، على شويه هوملز، على نوري شاهين وحميد التوب والشباب دي كلها لما تاخدني الذاكره يعني. يشاء القدر برضو يبقى في نهايه موسمه مع ليفربول يتصاب منه لعيبه تقيله جدا. عندك من ارنولد وروبرتسون او لسه راجع من الاصابه، وجرافنبخ حاليا اللي هو اخر اصابه ليه، وقبلها جوتا ويجو الكانتارا وسوبوسلاي وصلاح ومستشفيات كتيره وسعيد الزغانه ودوزيعه وليله سودا سعادتك. بس شاء القدر برضه زي ما اقول لك ان ليفربول يفوز النهارده على فريق مليون نادي تشيلسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ ربكم خير وسعاده. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وهسيب لكم كل اللينكاتي بتاعه الفيسبوك انستجرام يا يوتيوب تيك توك، اي حاجه تعملوا عليها فولو يا جماعه يا ريت بس، وهسيب لكم برضه في الوصف يعني. نادي ليفربول او اطفال ليفربول او مستشفيات ليفربول تفوز على تشيلسي، الفريق المدجج بالمليارات الجنيهات اللي المفروض يتحاكموا محاكمه ماليه عسكريه كل حاجه، ب1-0 برأسيه فيرجيل فان دايك. النهارده نادي تشيلسي ضيع فوز تاريخي على ليفربول، كان ممكن يكسب 4 و5 مرتاح في الشوط الثاني والشوط الاولاني. قبل ما نبدا في الماتش بس عايز اتكلم عن حكام الفار النهارده. هل انتوا يعني مثلا لو كان حصل كده في اي دول غير اي دول غير مثلا دوله انجلترا كنت هتقولوا ايه؟ متخلفين، ما بيفكروش، دول عالم ثالث، الكلام ده كله. ولكن النهارده انا شفت العجب النهارده. اول حاجه طرد كايسيدو اللي جاب اجل جرافنبخ، الجول بتاع تشيلسي بتاع ستيرلينج اسيست جاكسون، الجول اللي اتلغى بتاع فان دايك. اول حاجه الطرد بتاع لا بتاع كايسيدو ده محضر في اسم يا معلم، فاهم، ويتاكل 100 علقه ويتجلد كمان 100 جلده. الجول بتاع ستيرلينج انا ما اعرفش يعني، هو انتوا شفتوا ايه؟ انا ما شفتوش. الكره اتعدت مره واحده ومش شايفه اوف سايد، عملوا اللي هو اللاين بتاعهم ده، بيقول لك اصل اوف سايد بمليمترات 3 4 مللي. فببص على الكوره الاقي قبل ما الكوره تتلعب قلت اكيد جاكسون اوف سايد، طلع جاكسون ده مش اوف سايد، يديها لستيرلينج. انا قلت عبد الرحيم ستيرلينج ده اوف سايد مش اوف سايد، يتلغي الجول اوف سايد. اللي هو ازاي؟ انا ما اعرفش والله. واللي ماسك اخترعته الفار اصلا والله ليه عملته الفار يعني؟ ما يعني جون بنسبه 100%. انا ما اعرفش والله، لو اتعادت 100 مره انا ما شفتها غير مره واحده بقول لكم، وهي كوره جول. كرة بتاعت فان دايك، كرة فاول تترفع من روبرتسون تيجي لفان دايك، الفان دايك يجيبها على بتروفيتش يعني ناحيه يمينه، جول، واحتفل وعمل حركاته والبتاع نهار اسود والكلام ده كله. يرجع للفار بيقول لك اصل اندو عاق كولويل. فاللي هو عاقه ايه؟ عمل له ايه؟ انا مش عارف والله يعني هو حتى لو جري عليه مش هيلحقه، لان هو كان هو وتشيلويل بيشدوا في بعض. وانا افتكرت ان الكوره اصلا اوف سايد على جاكبو، فالكوره لا، ده هو اندو هو اعاق كولويل. الكوره تعدي عادي في الدوري الانجليزي، يعني انت سبت دي والطرد بتاع كايسيدو ده ما سبتوش ما شفتوش يعني؟ فدي حكام الدوري الانجليزي يا معلم، حكام لماذا اخترعوا الفار. وابو تريكه النهارده كان عايز يقول كلام يعني اكيد كان قليل الادب، ولكن كابتن محمد ابو تريكه اصلا يعني راجل محترم، ويعني عايز اقول لك زعل تشيلسي النهارده ابو مليار. يبدا الماتش بسيطره من الشوط الاولاني من ليفربول. الحكم بالنسبه لي مش بوظ الماتش او خلى الماتش كميه ضرب مش طبيعي. زي ما اقول لك كايسيدو المفروض ياخد احمر ومحضر. الجون بتاع ستيرلينج مش اوف سايد، ومحاولات من لويس دياز هو كان الانشط في ليفربول. واسمه ايه برادلي ده عيل سمج قوي بجد، برادلي ده عيل سمج قوي، عيل اسكتلندي شمال اسكتلندي لا يطاق، سمج قوي كده. بص شوف شكله عامل ازاي يعني، عيل لا يطاق يعني، عامل زي عيال بتوع وانت صغير كده بيتنمروا عليك وياخدوا منك سندوتشاتك وبيتخانق مع تشيلويل والكلام ده كله يعني، مع انه لعيب كويس يجي منه.
بقى الشوط الاولاني بقول لك كوره برده من جاكبو وتيجي في العارضه، الشوط الاولاني ينتهي بفرص من ليفربول، سيطره من ليفربول نسبيا ولكن بدون انتاج، الا بس الكوره بتاعت العارضه بتاعت جاكبو والجول بتاع ستيرلينج اللي هو مش اوف سايد، والطرد اللي جوه بتاع كايسيد. الشوط الثاني يبدا شوط المهرجان والتوزيع وتيري ري 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 لحد اخر دقيقه في الشوط الاكسترا تايم الثاني. الشوط الثاني حرفيا تشيلسي ضيع اسهل بطوله واسهل ماتش في تاريخه. يعني انت دلوقتي جايب لعيبه بمليارات، فانت لازم تكسب، على الاقل تكسب الماتش ده. ليفربول مش هتقابل انت ليفربول بالمستوى النهارده ده، بيلعب بشويه عيال كلها لسه ما بلغوش، اللي هو دانسي وكلارك وماكنول، ايه مين دول والله ما اعرفهم، وكارنفالو ده، واللعيبه كلها عندها 16 17 سنه. النهارده تشيلسي ضيع فوز تاريخي ابو مليار يورو او مليار دولار او مليار زفت عليه ولا دماغه. انا لو بشجع تشيلسي لا انا هيجي لي انهيار، انا دافع كل الفلوس دي وما اخدش بطوله. وما انتوا عايزين اصلا تاخدوا بطوله امتى؟ وامتى اصلا انتوا هتاخدوا بطوله وتلعبوا؟ انتوا بس بتلعبوا كويس قدام التوب 6 او قدام التوب 5 عموما. انتوا بتلعبوا قدام السيتي لعبتوا حلو جدا، وقدام ليفربول النهارده لعبتوا حلو كان ممكن تكسبوا، وبرده الماتش بتاع 1-1 انتوا برده زي ما قلت في الفيديو بتاع مانشستر سيتي بيمشي على سطر ويسيبوا سطر، يمشي على سطر ويسيبوا سطر. جاليجر جاب كرة في العارضه، ضيع كرة قدام الجول، ديساسي ده ضيع كرة قدام الجول بفخدته، كان حتى خليل بلوشي بيقول كان متفاجئ. لا هو كان رايح عليها صح، جت في فخدته وطلعت. انزو النهارده بطل، انا حبيب قلبي كده كده يا باشا، ما اقدرش اقول عليك حاجه، ولكن انت بتعمل كرة بالكعب كان ممكن تديها لبالمر. النهارده كان مختفي. النهارده الكرة بتنصف يورجن كلوب عشان هو ماشي، وان الحظ ما عنده. الراجل لعب 20 نهائي كسب منهم 9 وخسر 11. فيعني عايز اقول لا يعني نهائي مستحق ليورجن كلوب على مسيرته اللي عملها في ليفربول. انما ككوره تشيلسي ضيع فوز تاريخي مش هيجيله تاني بنفس الحاله دي. فرحان يا عم كايسيدو النهارده ساب ليفربول ساب ليفربول. انا ما بشجعش ليفربول والله ولا تشيلسي، ولكن يعني كايسيدو ساب ليفربول، كان عايزه، كان ممكن تلعب اهو النهارده، اللعيبه كلها مصابه كنت ممكن تلعب اهو، شال قدر تلعبوا في النهائي بتاع كابراو تاخد على عينك، ما لعبتوا احسن. ولكن شوف يا راجل، غفلت ليفربول، رحت على ركبت لتشيلسي على ستانفورد بريدج، خسرت اهو النهارده. فالنهارده بجد والله حاجه غريبه جدا. يعني انا قاعد اللي هو لا تشيلسي هيكسب، بس والله كنت عندي احساس ان ليفربول هو اللي هيكسب. بعد كده يعني زي ما اقول لك كده ينتهي الشوط الثاني بفرص سيلان وهجوم شرس من نادي تشيلسي، كان ممكن يقول لك يكسب 4 و5 و6. يبدا بقى الشوط الاضافي الاولاني ما فيهوش اي حاجه، الدنيا هاديه خالص، شوط كده من اليوت على واحده بالمر، يعني عادي يعني، وشوت اوت لكاليهر ده. والله كاليهر النهارده بص يا جماعه، الجول كيبر نص الفريق النهارده، الجول كيبر كان كل الفريق النهارده. كميه فرص شالها كاليهر، انا بشوف شتيجن انا بزعل والله العظيم بزعل. كاليهر يعني خط الدفاع النهارده اتكر عليه عيش بتاع ليفربول، وكاليهر بالمرصاد اكيد في حظ، يعني كاليهر النهارده كان مرزق، ولكن الجول حرفيا النهارده ده الجول الثاني بتاع ليفربول مش اليسون حتى، والله حتى لو كان ممكن تدخل فيه. كاليهر النهارده اثبت نفسه، شال كميه قوه مش طبيعيه. يعني كل اجوال العالم تتالق الا عندنا في برشلونه، الا انا بشجع برشلونه ما بشوفش فيها جول عدل. كان النهارده يتصدى ويتالق، انا لو يعني بحلل بقول لك هديه 10 من 10 نجم اللقاء. وطبعا زي ما اقول لك ان لو الجول هو نجم المباراه او هو تالق، تعرف ان هو كان محطوط عليك النهارده، كان محطوط عليه بجد. ولكن غباء من بوتشينو او غباء من اللعيبه برضو ان هم ما فازوش النهارده. بعد كده الشوط الثاني برضو في كوره غريبه جدا من اليوت، الكوره يعني بيتروفيتش مسكها لقى الكوره في ايده كده، الكوره جايه جون وانا قلت جول خلاص،
الاقي كرة في ايده جايه على خط المرمى، الكرة كلها ما دخلتش جول، لازم يعني الكرة تدخل كلها جول عشان تتحسب، لو نص ونص مش هتتحسب. كرة غريبة جدا. ولكن كان في بشاير ان ليفربول هيكسب بعد كمية ضياع الفرص من نادي تشيلسي. اللي يضيع يقبل، معروفة. كرة بقى في الدقيقة 27 اللي هو في الشوط الاضافي الثاني، تترفع من ايلوت الجميل الصغنن العسل، يديها للمعلم فان دايك، الجول لبتروفيتش. قلت شكلها هتبقى اوف سايد بقى وايه وخلاص، يحرز الهدف، يكسب البطولة الكبراو. اول بطولة ليورجن كلوب مع ليفربول السيزون ده قبل ما يمشي، حاجة كده يعني تفرح القلب. هي دي الفرقة اللي بتجيب بطولات، وهو الاول في الدوري بفرق نقطه عن السيتي ونقطتين عن ارسنال، قدام الاوروبا ليج. الصلاه على النبي، بطولات زي العسل. وعنده بطوله بتاعت كاس الاتحاد الانجليزي. فيعني النهارده ليفربول اول كره القدم تنصف يورجن كلوب بالنسبه لي. انا واحد من انا بعشقه كده كده، بعيد عن التصريحات اللي قالها بتاعت افريقيا والكلام ده كله، ولكن انا مدرب بعشقه وبحب تفكيره. ده نزل دانسي وكلارك وماكنول، عيال كلها لسه ما بلغتش حرفيا. شوف بيعمل ايه معاهم. اي كوره ليهم بره، يعني الكوره جت بره صفر وبتاع يا باشا وشجع، بيدوم حافز. مش ممكن انا لو بلعب والله العظيم انا هاكل النجيله لو معايا الكلوب ده بيشجعني بس. والجمهور فرقه المليار مش عارف تكسب العيال دي. بيلعب عيال صغير، احفاد يا ابني. احفاد ايه يا ابني؟ احفاد احفادي. فبجد تشيلسي فرقه غريبه، فرقه عجيبه. هتكسبوا امتى انا مش عارف. كانت ممكن تكسب الماتش ده، تاخد البطوله، تنافس يا عم على كاس الاتحاد الانجليزي، تاخد بطولتين لو انت يعني على قد المصاريف اللي انت صرفتها. انت دي ولا عندك ديون ولا عندك رفعات ولا عندك اي حاجه. الصلاه على النبي، عندكم فلوس بس، سيل من الفلوس. ما تاخدوش بطوله او بطولتين على الاقل. بطوله يا عم واحده. انت كده لسه مش هتنافس لا على الدوري ولا على مقاعد الشامبيونز ليج ولا الاوروبا ليج ولا المؤتمر الاوروبي، مش هتحصله. فكده ممكن تطلع الموسم ده ببطوله. نادي غريب، نادي عجيب، نادي ملوش مثيل. احسن برضو لان برضو فلوس الكتير ان تدفع برضو في لعيبه يعني 100 و200 و300 والكلام ده كله. بص، عمر ما الفلوس ما بتعمل ما تجيب بطولات الا لو فريق بطولات. مع ان انتوا فريق بطولات على فكره والله العظيم، انتوا واخدين تشامبيونز ليج ودوري وكاس، انتوا فريق بطولات كده كده. ولكن انتوا الحركه اللي حصلتكم يا عيني بتاعه الرعاه وبتاعه رئيس النادي دي فشخت تشيلسي. فمعلش يعني لتشيلسي وهارد لك لجماهيره كده كده. ومبروك لليفربول وعشاق ليفربول. بطولة العشرة لكاباراو هو لليفربول هو الاكثر تتويجا ليه. ليفربول زي ما قلت لك قدامه هيلعب بكاس الاتحاد الانجليزي في دور الثمانيه. ليفربول اعتقد ان هو بوجهه نظري ان هو بعد الكاس ده بنسبه كبيره ممكن ياخد الدوري بسبب الماتش ده بالذات، وياخد الاوروبا ليج وياخد 3 4 وتبقى نهايه جميله جدا لاحسن مدرب او من احسن المدربين اللي شفتهم في حياتي وفي كره القدم، يورجن كلوب. فبس كده، يا ريت في نهايه الفيديو تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. وهسيب لكم لو انتوا يعني كملتوا للاخر يا جماعه، عايزين نوصل ل 1000 سبسكرايب والكلام الجميل ده يعني. بس كده، وهسيب لكم برده اللينكات بتاعتي بلوك في الديسكريبشن. يا ريت بس يبقى يعني يومكم جميل سعيد كده ايه، ودلعوا اخوكم يعني. بس كده، السلام عليكم.